المشكل هو واش هذه المشاريع عندها نجاعة اقتصادية لأنها تلبي الحاجيات. قبل تكلمت قبيله على التي جي في مطلقا. شكون اللي غادي يقول ما بغيتش التي جي في؟ شكون اللي غادي يقول بانه لا ما خصنيش؟ انا الا جيتي قلتي لي التي جي في نقول لك اسيدي مرحبا، اذا غنستافد منه ما كاين مشكل. ولكن في الاقتصاد راه القضيه ماشي هي ديال عندي الفلوس غندير بهم هذه. في الاقتصاد راه دائما الموارد هي محدوده بالنسبه للحاجيات، دائما محدوده. والاقتصادي هو من يختار، انه خصك دير اختيار، والاختيار كتعرف بانه ملي كتختار هذه ما كتختارش هذه، يعني كدير اختيار ولكن الدافع الاساسي ديال الاختيار ديالك هما الحاجيات. واش داك الاستثمار غادي يلبي الحاجيات ديال اكثر عدد ممكن، ولا اذا هو من ناحيه الاولويات غتحطو هو الفوق ولا لا؟ منين تنقول لك انا التي جي في، كيف قلت لك التي جي في ماشي ما عندي مشكل انا مع التي جي في. اللي مشكل عندي هو انه في البلاد ديالي اللي في 2012 13 كتبني تي جي في، العالم القروي راه 30 40% ديال الدواور في العالم القروي ما عندهمش حتى لي بيست، حتى الطريق المحدوده الصغيره باش الناس يخرجوا من الدوار ويمشيو للسوق ما كاينينش. في البرد ملي كطيح الثلج راه السكان تيبقاو محبوسين، ما عندهمش الامكانيه حتى باش يمشيو للسوق. واش هذا معقول؟ الا نقول لك من ناحيه غير ديال لو بون سونس كيتقول الحس السديد كيف تيقولوا، عندي درهم واش غادي ندفعو نبني طريق قرويه ونفك العزله على واحد المئات ولا الالاف ديال السكان، ولا غنديرو في التي جي في اللي هو اولا في واحد المنطقه اللي ديجا فيها لوتوروت وفيها روت وفيها القطار. حتى الا بغينا نبقاو في المنطقه ديال القطار، واش ماشي معقول انه نبداو مثلا غير القطار العادي نمددوه مثلا الويزازات، الزاكوره، الاكادير، هادو مناطق المغرب ما عندهمش الحق باش يكون عندهم عدا غير ترام قبل من لا يشوفوا بانه منطقه اخرى ديال البلاد كيوصلها التي جي في. اذا بكل صدق وبدون زعما محاوله ديال التسييس ديال القضيه، انا كنتكلم من ناحيه غير ديال كيف قلت الحد السديد، الحس السديد، لو بون سونس. اختيار كنشوفوا بان الاختيارات الاقتصاديه مع الاسف لانها غير ديمقراطيه، نكونوا واضحين، اختيارات ما كتاخذش المشروعيه ديالها من الحاجيات ديال السكان، من تعاقد ديمقراطي مع السكان، كتكون اختيارات خاطئه. اذا كتسبب البلاد في واحد الضياع ديال الموارد اللي كتؤدي لنتائج سلبيه جدا.